ألف مبروك لشباب المنتخب السوري، 4 مباريات 4 فوز، مبروك تأهل لنهائيات كأس آسيا مباشرة. بعد تسجيل المنتخب السوري هدف الكل جري على كادر الفني وصار يحتفلوا مع كادر الفني، لأنه كادر الفني كثير تعرض لانتقادات، وأنا واحد من الناس بنتقد كادر الفني، لأنه هذا الكادر الفني أنا قدام استراليا ولا قدام السعودية ولا قدام اليابان، أنا بعرف هذا الكادر الفني راح يتبع نهج الدفاعي، دافعوا وطلعوا بوحدة مرتدة، سجلنا ما سجلنا نقطة تعادل مرضية أو نخسر فرق جول جولين. أما لما يجيك مدرب محترف، مدرب إسباني عايش تجارب كثيرة، بيجي بيستلم هيك منتخب، إذا تسجل عليك هدف وهدفين كيف ترجع تهاجم، كيف طاقتك السلبية تروح منك، يعطي طاقة إيجابية. بعض اللاعبين يعطيهم تمرينات أكتر كتسديد كتمركز. هي هو الفرق. يعني هلا محمد عقيل، طب شو انجازات محمد عقيل كمدرب؟ وين درب؟ وين درب محمد عقيل؟ بتمنى من الاتحاد السوري يتعاقدوا مع مدربين محترفين من المدارس الإسبانية. خلاص أنا حكيت كتير والله وبرجع بحكي، أكيد في كتير متابعين ملوا من الحكي. الكرة السورية محتاجة لمدربين مدارس إسبانية من الصغار للرجال. تحياتي على الجميع وألف مبروك لشباب المنتخب السوري.